فضيحة أخرى لنظام الكبرانات. وزير الخارجية أحمد عطاف يعترف علانية بأن العسكر يشتري الذمم والمواقف بالملايير ضد الوحدة الترابية للمغرب ودعم البوليساريو. يبدو أن ما بدأه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيكمله وزير خارجيته أحمد عطاف، ولو أن هذا الأخير يظهر أكثر تعقلا واتزانا، غير أن خرجاته تعتبر ضربات موجعة لنظام شرق الجدار. في هذا السياق، وخلال مروره المثير للجدل على منصة أثير التابعة لشبكة الجزيرة القطرية مع الجزائرية خديجة بن، اعترف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف بأن بلاده كانت تشتري الذمم والمواقف في إفريقيا، مؤكدا أن مجموعة من الدول الإفريقية أرادت أن تشكر الجزائر علانية على إلغاء ديونها، لكن العسكر رفض، وطلب من هذه الدول تغيير مواقفهم اتجاه قضية الصحراء المغربية، لكن الجزائر اصطدمت بثبات المواقف السياسية لمعظم هذه الدول اتجاه القضية الأولى والوحيدة للنظام الجزائري، وهي الصحراء الغربية المغربية. ملايير من الدولارات للبوليساريو وملايير أخرى لشراء الذمم والمواقف، والشعب الجزائري نصيبه الطوابير والجوع والفقر وقوارب الموت التي تحولت إلى مؤسسة قائمة الذات في الجزائر ويشرف عليها عناصر من الجيش الجزائري. هي إذن قاعدة فلوس اللبن يأكلهم زعطوط، ولو أنه معنى مجازي لكنه يعبر عن الغباء المستشري في هذا النظام الذي أضاع خيرات البلاد على نزاع لا ناقة للشعب الجزائري فيه ولا جمل.